النهارده هنعمل مع بعض الرايب بديل الزبادي بطريقه سهله خالص. قبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا احب اعرفكم بنفسي، انا اسماء ودي قناتي اسمها قناه سمسمه. يا ريت لو ما اشتركتوش في القناه تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي ومن قناتي. معايا الطواجن بتاعتي انا مسخناها في الفرن، والفرن طبعا ساخن معايا. اول بعد ما اطلعهم من الفرن على طول هحط فيهم الحليب ده طازه كامل الدسم غير مغلي، بنجيبه من عند السوبر ماركت، ما بنغلوهوش غير مبستر. بنحطه في العلبه بتاعتنا في البولات بتاعتنا، وبعد كده بنرجعه نحطه في الفرن تاني. بيقعد في الفرن لمده 24 ساعه من غير ما نشغل الفرن، وبنغطيهم وبنسيبهم لمدة 24 ساعة. بنشوف الساعة اللي احنا حطيناها النهاردة كام، وتاني يوم بنعد ب24 ساعة لحد تاني يوم، وبعد كده بنطلعهم من الفرن. لازم يكون الزبادي متماسك معايا خالص، الرايب متماسك، عمل طبقة زي ما احنا شايفين كده بعد ما عدى 24 ساعة. دلوقتي بعد ما خرجناها بقى من الفرن هنحطها في التلاجة لمدة ساعتين او اكتر على حسب يعني احنا ما هنستخدمها. طلعناها خلاص دلوقتي من التلاجة. شايفين طبقة القشطة، عملت طبقة قشطة من فوق والرايب من تحت. طعمها حلو قوي قوي وجميلة، بترطب على قلبنا كده واحنا صايمين. وطريقة سهلة خالص، ومكونات هو حليب بس وخلاص، والبولات بتاعتنا وخلاص على كده. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. كل سنة وانتم طيبين، نورتوني.